السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايشة وتعالوا ندير مع بعض كيكة اليوم. طبعا عندي طلبية تورتة حجم صغير تكفي 4 أشخاص. زبونة كانت طلبتها بحشوات كلاسيكية، فقلت خلينا نوريكم وأنا نزين فيها خلي تستفيدوا، لأن أغلب البنات اللي يخدموا واللي ما يخدموش مشكلة اللي تواجه فيهم ديما مع الصقل. هو الصقل للأمانة سهل وبسيط جدا، في شوية تكنيكات بس لازم إن أنتوا تركزوا عليها. أول حاجة الكيكة بتاعي هنا أنا مطلعتها من الفريز، لازم تكون جامدة تماما، يعني من يوم اللي قبله أقل شيء 6 ساعات، وكل ما كانت جامدة أكتر كل ما أحسن وكل ما تساعدكم في الصقل. تاني حاجة قوام الكريمة بتاعتكم لازم يكون مظبوط، بالذات في الحرارة وفي النو. تو في الشتاء عادي، يعني حتى لو تديروا كوب كريمة بكوب مية عادي مش حتأثر لأن الجو بارد، لكن في النو لازم إن أنتوا الكريمة بتاعتكم تكون كوب كريمة بنص كوب مية متلجة، لازم تكون المية مصقعة كويس كويس كويس، لأن هي سبب في نجاح قوام الكريمة. تضربوهم بالعجانة كويس حوالي لمدة 7 دقايق أو 10 دقايق على حسب العجانة أو المضرب بتاعكم. وبعد ما تنزلوها من العجانة لازم تحركوها كويس، تطلعوا منها الهواء، هذا حتى هو من أسرار نجاح إن هي ما تجيكمش الكريمة فصتها فقاعات وتتعبكم في الصقل. تحطوها في كيس حلواني وتبدو تعبوا في الكيكة بتاعتكم بالطريقة هذه زي ما انتم شابحين. طبعا كل ما وزعتوا كريمة وفيرة، يعني ما تنقصوش في الكريمة ما تقفصوش فيها، لأن كل ما كانت الكريمة عندكم موزعة كويس وما فيش فراغات كل ما الصقل ساعدكم وما تعبكمش. يعني أنا تو حاطة كمية كريمة كويسة ما فيش فراغات. شوفوا معاي لما بنجي نسقل الكيكة على طول حتبدأ تتساوى معاي، في خلال 10 دقايق حتكون الكيكة مسقولة واتية مش حتعبني. بينما لو انتوا حطيتوا كمية كريمة شوية والكيكة فصتها فراغات بالكريمة حتقعدوا تسقلوا وتبان معاكم الكيكة وتبدأ فصتها فراغات وتعاودوا تعبوا من جديد، وللكريمة تسيح معاكم مش حتتوصلوا لنتيجة. حنبدأ هنا نساوي بالسباتولا في الكريمة من فوق. طبعا ايدكم لازم تكون خفيفة يا بنات، بالنسبة للبنات اللي مش مدايرين قبل كيكات راهو الصقل كله عبارة على خفة ايد، تتبعوا الخطوات صح لكن كلها خفة ايد، فماذا بيكم ديما تتمرنوا وتمارسوا الصقل لين تبدأ ايدكم خفيفة. بعدين حناخد السباتولا من الجنب ونبدأ نسقل بالطريقة هذه. طبعا الايد اللي شادة بها السباتولا تكون ثابتة ما تحركوهاش، والايد الثانية يا دوب تحركوا بها القاعدة الدوارة بس، ما فيش اي صعوبة ما فيش اي فكرة، سهل جدا. الفكرة كلها ان انتوا قوام الكريمة بتاعكم يكون مظبوط، الكيكة بتاعتكم تكون جامدة كويس وتوزعوا الكريمة صح. بعدين لما بتجوا تحطوا السباتيولا لازم تكون عمودية، يعني مش مايلة كيف بنفهمكم، المدابيكم السباتيولا ما تكونش مايلة على داخل من جهة باش ما تبداش الكيكة ملاطة سمينة ومن فوق ضعيفة حيبدأ شكلها مش مقبول نهائي. فلازم تكون عندكم شكل عمودي زي توا، وكان طلعوا لكم أي فراغات تعبوهم بالكريمة وترجعوا تسقلوا من أول وجديد وتقعدوا تكرروا في الخطوة هذه. أهم حاجة تكون إيدكم خفيفة، السباتيولا ما تلصقوهاش في الكريمة كلها بحيث إن أنتوا لما تسقلوا تقيم الكريمة كلها وتبني لكم الكيكة. لا لا، يا دوب تحطوها بس على الكريمة وتبدوا تسقلوا الإيد ثابتة والإيد الثانية تحركوا بها القاعدة الدوارة، وحتستمروا بالطريقة هذه تساووا من فوق وبعدين ترجعوا تساووها من الجنب وتاخدوا الحواف بتاعتكم على داخل لين تحسوا ان انتوا خلاص وصلتوا للشكل اللي انتوا راضيين عليه. الصقل الكيكة ما فيهاش فراغات، ما فيش فقاعات فيها، مساوية معاكم خلاص. وتبدوا تكملوا في باقي الزينة بتاعتكم اللي هي سواء بتحطوا عليها اشكال سواء اي شيء. وصدقوني لو تبعتوا الخطوات هذه ومشيتوا بها حتلقوا ان الصقل بدأ معاكم سهل جدا ومعاش حياخد منكم وقت ولا حيتعبكم وحتبدأ اسهل مرحلة. هنا بعد ما كملت الصقل بديت نحط لها في الاشكال والزينة اللي طالبتها الزبونة، كانت عبارة على كلها قلوب الكيكة وطالبة اننا نكتب لها عبارة لزوجها. فأنا هنا خادمة الأشكال قبل الوقت، طبعا عايزين جيم بيست لازم هي تخدموا بها الأشكال وتخلوهم يجفوا باش لما تحطوهم على الكيكة ما يدوبلكمش وما يطيحوش من على الكيكة. فلازم الأشكال تخدموه قبل الوقت وتخلوهم يجفوا يعني في مكان ما فيش رطوبة. ولازم تستخدموا عجينة جنبست أو تستخدموا عجينة عادية عفوا، وتحطوا لها بودرة CNC، هذه تساعد على إن تخلي عجينة السكر إنها هي تجف. هنا بدأت نحط في القلوب نستف فيهم بأشكال زي ما هي بعتت لي تب الصورة. بعد ما كملتهم كلهم درت لها قلوب حتى من الجنب كانت طالبتهم،
وهيك كان الشكل النهائي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم، وقولوا لي الفيديو الجاي علشان تبوا يكون، ومع السلامة، تلاقوا فيديو تاني.